هي فعلا قناة سبايستون قناة شباب المستقبل. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا النهاردة هنتكلم عن ماضينا، عن ذكرياتنا وطفولتنا، عن واحدة من أجمل وأقدم قنوات الكرتون في الوطن العربي كله، وهي سبايستون. سبايستون بالنسبة لي مش زي أي قناة كرتون وخلاص، دي كانت بتقدم رسالة وتربية للأجيال. طب ما تيجي تعرف سبايستون بدأت ازاي؟ في بداية الموضوع كانت في سنة 2000، فقرة أطفال على تلفزيون البحرين، لحد ما سمعت شوية وبدأت أول قناة مستقلة ليها سنة 2002، وكان ليها مقرين، الأول في سوريا بدمشق، والتاني فتحوه بعدها بسنة في 2003 في دبي. القناة كانت معروفة إن ليها 10 كواكب، بتحدد أصناف على حسب المحتوى والعمر. القناة بدأت في التصميم بتاعها ب3 هويات، وكل هوية ليها مراحل. الهوية الأولى كانت من 2000 ل2005، وكانت فيها 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت البداية، الفقرة اللي كانت الفقرة في التلفزيون البحريني. والمرحلة التانية بدأوا يطوروا من نفسهم شوية، وكانوا بيقدموا فواصل وأغاني وأناشيد وحاجات حلوة كتير. والمرحلة التالتة دي تعتبر نقلة نوعية في تاريخها، بعد ما استقلت وبقت بتقدم إعلانات جميلة جدا، زي إعلان ألعاب نيو بوي اللي كانت بتحب الأطفال. وآخر مرحلة معانا بقت بتشتغل على مدار الساعة، وكانت بتقدم برامج ومسلسلات لحد دلوقتي مؤثرة فينا، زي برنامج أبطال الديجيتال بكل أجزائه، والمحقق كونان اللي يعتبر لحد دلوقتي أنجح أنمي مسلسل كرتون اتعرض على سبايستون. ده غير صقور الأرض، وأنا وأخي، بريمي، وعهد الأصدقاء، والكابتن ماجد، وغيرها كتير من البرامج لحد النهاردة. ولحد هنا الهوية الأولى كانت بداية الصاروخ، وبعدها الهوية التانية اللي كانت من 2005 لحد 2013. بدأ تغيير في الملامح شوية بتاعة القناة، بس مش في الألوان، زودت شوية تفاصيل في الفواصل والعروض بتاعتها. وبعدها الهوية التالتة اللي كانت من 2013 لحد دلوقتي، بدأت تغير شوية في ألوانها، بقت بتستخدم ألوان فاتحة عكس الفترة اللي فاتت اللي كانت بتستخدم ألوان غامقة بين الكواكب. وبالنسبة لقناة سبايستون كانت بتمشي على نهج واضح جدا، وهو المحافظة على القيم والأخلاق. وعلى عكس كل القنوات، كانوا مهتمين بتعليم اللغة العربية جدا، مش بس في البرامج والأصوات، خصصوا فقرات كاملة علشان يظبطوا قواعد وأحكام اللغة العربية. ده طبعا ممل جدا للأطفال، بس هي كانت بتحافظ على كده. ده غير القيم الدينية والأخلاقية، كانت قناة سبايستون بتبذل جهد كبير جدا علشان تطلع الصورة ما فيهاش أي حاجة مسيئة أو مضرة للأطفال. أي حاجة متناقضة مع تعليم الدين الإسلامي كانوا بيشيلوها، زي مثلا الكحول، ما كنتش بتلاقي حاجات من دي. ده غير الفساتين القصيرة اللي بتبقى طويلة في المونتاج، وكمان العلاقات العاطفية والأشباح والآلهة اللي جاية من الأساطير والميثولوجيا اليابانية، والرموز الدينية المقدسة اللي بتعارض قيم وتعاليم الدين الإسلامي. كانت في رقابة على جميع المسلسلات الكرتونية، زي المحقق كونان مثلا. كانت في جرائم زي قطع الراس والقتل بالرصاص وغيرها كانت بتتشال، وأي مشاهد فيها عنف شديد أو اللي بتحتوي على تحرش جنسي أو اغتصاب كله بيتشال. كانت بتحول الكحول للعصير، والعلاقة العاطفية لعلاقة أخوية. كل اللي بتعمله ده كانت القناة بتلاقي انتقادات كتيرة جدا، كانوا بيقولوا إن في مبالغة في حذف المشاهد، وإن ده بيغير أو بيشوه القصة. بعد كل اللي عرضناه ده يا صاحبي، انت شايف ان قناة سبايستون كانت فعلا قناة شباب المستقبل ولا ايه؟ قولي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.